مساء الخير ومساء العافية ومساء السعادة عليكم البنات، ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حبيباتي شلونكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله الكل بخير، ورجعت وياكم بروتين جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا اليوم أنا يعني مسوية وياكم طريقة الفاصوليا اللي هي الفاصوليا اليابسة، بس اليوم حبيت همين أشارككم بعد بما إنه خلص رمضان، بعد صارت روتيناتنا اليومية المعتادة. طبعا عندي لحم سلقته، وطبعا فاصوليا همين سالقتها يعني ومستوية اثنيناتهم مستويات، فأني ما أحب أخلي بصل على الفاصوليا، بس هيجي على مود اللحم ينحمس، فخليته هيجي شوية راس صغير كلش قطعته وخليته على مود أحمس بيه اللحم. هنا طبعا اللحم أنا ما أخليه كلش يستوي على مود شنو، لأن بعد وراه يعني مرقة، يعني لازم يبقى هواي همين، فأخاف يعني يروح يصير ينمرد، يعني تعرفون بعد اللحم إذا ظل هواي يعني راح ينمرد، فأني ما أخليه هواي. وهنا ما خليت له غير بس عندي بهارات الفاصوليا فقط، كل شي ما حطيت له من بهارات. طبعا هنا تحمسون بيهن لحد ما كلش يعني ينحمس اللحم، وتخلون بعد شنو عندكم تخلون. أنا أخلي بس بهارات فاصوليا قلتلكم، وخلي معجون. هنا تقريبا خليت 3 خواشيق كبار من المعجون، لأن أنا الصراحة بيوم همين عندي ناس فكثرت المرقة، يعني مو بس على قدنا، يعني عندنا خطار فسويت هواي يعني أكثر من المعتاد. المهم هنا خليت تقريبا 3 خواشيق كبار أو 4 خواشيق مال معجون، حمستهن هيج ويا اللحم والزيت على مود تطلع ريحتهن. أنا الفاصوليا ما أخلي لها طماطة أبد، أحمسها بس بمعجون وخلاص، يعني أبد ما أحب أسويها بطماطة، أحسها تخرب ما تصير طعمها طيب. وهنا عندي الماي اللي سالقة بيه اللحم همين خليته، وطبعا ما ظليت بس على الماي مالت اللحم لأن قليل، فرحت جبت بعد ماي وخليت. يعني لا تكثرون، لأن الفاصوليا همين عندي بيها ماي يعني مال السلق مالتها، فأنتم بعدين إذا احتاجيتوا ماي تقدرون تخلون فوقها بعد ماي. وهنا طبعا كملتها وخليت ملح همين وسديتها، بس من خليت الفاصوليا بعد ما يعني غلت المرقة، ويعني أو فارت إحنا نسميها، يعني ظلت تقلب. فمن خليت الفاصوليا صراحة نسيت ما صورت، يعني هالأيام والله لأن شوية الجو حار، فالموبايل ألقاه مرات مطفي، يعني وحده يحمى ويطفي. بعد تعرفون جانا الصيف، وهاي المشكلة اللي راح أعاني من عدها وتعاني من عدها كل النسوان أمهات القنوات. طبعا الموبايل يحمى ويطفى إذا صار يعني حار كلش، يعني أثناء التصوير، فأني أروح أخليه شوية بالفريز مالت الثلاجة شوية يبرد وأرجع أصور فيه. يعني شوية مرات همين أخلي بيدي وأصور، لأن بعد مثل ما تشوفون انتم يعني إذا أخليه هواي رأساً يحمى ويطفى، فإذا شوية تصوير مرات أكثر شي تشوفون إنه بإيدي أصور، فقولوا إنه حامي الموبايل وما أقدر أخليه هواي يعني يم النار. أنتم تعرفون مشاكل الحرارة اللي عندنا والموبايلات. وهنا طبعا عندي التمر راح أسويه بشعرية، وهنا عندي أحمس الشعرية أول شي، وبعدين أضيف التمن همين أحمسه كلش وياهن، وأخلي له الملح وشوي هيل بس، ما أخلي له أي شي بعد، وأخلي له الماي. طبعا هنا أنا جاي أسوي بالغدا والعشاء همين جاي أحضر بالحشوة مالت البرياني. ليش؟ لأن إحنا راح نطلع هسه إن شاء الله، راح آخذكم وياي. طبعا رحنا للخطوة مالت الزبير اللي هي خطوة الإمام علي اللي هي بالزبير. طبعا أغلب الناس اللي بالبصرة يعرفونها، أي بس باقي المحافظات يعني ما أعتقد يعرفونها. المهم يعني إحنا من نريد نزور أو نتونس أو نطلع هيك يعني نتونس مثلا ونغير جو نروح بيها، طبعا ناخذ عشانا ويانا ونروح. وطبعا هنا عائلتنا يعني كلش كبيرة، سويت برياني مال دجاج، فسويت قدر كلش كبير، بعدين راح تشوفونه. طبعا ما شاركتكم كل التفاصيل، لأن تعرفون بعد واحد من يريد يطلع شوي يكون مستعجل. وداني شنو من سويت الغدا، يعني سويت الحشوة مالت البرياني وسلقت الدجاج، يعني بقى عندي بس التمن وأفلس الدجاج وأخليهن كلهن سوية، وكله همين بعد تعرفون استعجال وهاي، وعندي جهال همين.
يعني لازم ألبسهم وأني همين لازم أتحضر، فتعرفون وقت العصر ما تلحقين عليه. طبعا هنا بس التمن بس يشف شوية أهدره مثل ما تشوفون هنا. أنا نصيت النار عليه كلش، خليته على ماء شوية يعني يستوي زين. وهنا طبعا مرقتنا همين استوت وصارت فد شي مو طبيعي. طبعا الفاصوليا ما تحتاج لها شي، والله مرات يعني أتعجب إنه اكو بنات ما يعرفون يطبخن الفاصوليا أو شي. طبعا الحجي مو الجن يعني كل جن نادرات ومعدلات وأمهات بيوت، بس اكو ناس يعني تقول يعني الفاصوليا ما تضبط عندهم، والله ما يحتاج لها شي يعني كلش بسيطة هي. بس أهم شي إنه تضبطين المرقة مالتها وتكون السلق مالتها يعني مضبوط. وهنا مثل ما تشوفون همين عندنا زلاطة وعندنا رقي، وطبعا تمن ومرق وماي بعد تعرفون انتم هاي الأشياء. طبعا سهمكم ألف عافية. وهنا مثل ما جاي تشوفون طبعا هنا زوجي كان يسوي بالرقي بعدي، فبعدنا هنا ماكلين. اي فهو جاي يسوي، قلت له خل أصورك شوية وانت تقصص الرقية. وهنا مثل ما تشوفون يعني أشياء بسيطة، بس السفرة يعني تكون حلوة إذا بيها لمة طبعا. وأكيد سهمكم ألف عافية. وطبعا بس كملت الغدا أني وغسلنا المواعين رأسا بلشت بالعشاء مثل ما قلت لكم، على مود أكمله، وحتى بعد شنو عندي من شغلات أروح أكملها حتى ألحق على الوقت. وهنا كملنا طبعا الغدا يعني الواحد إذا خاصة إذا يريد يطلع يحس نفسه مستعجل على كل شي، يعني بسرعة بسرعة يصير كله ركاب. وهنا همين جاي أسوي وياكم الحشوة. طبعا أنا قلت لكم سويت الحشوة بس خلصت الغدا رأسا سويت الحشوة وخليتها، لين قلت هاي شوية البتيتة عندي همين يعني مقصصتها وكملتها، قلت خلي أكمل الحشوة حتى ما تأخرني. لأن تعرفون بعد القلي ولازم تقلين البصل وحدة والبتيتة لوحدها، فتاخذ من عندك وقت. فقلت ما دام الطباخ فارغ وهاي أكمل شغلتي هسه أحسن لي. وطبعا أدري بيجن كل جن معدلات ونادرات، بس يعني مجرد اللي ما تعرف شوية تاخذ فكرة. وطبعا عندنا هاي البنية مساء الخير أم ريما، أريد نصيحتك إلي فدوى شنو أسوي. إحنا الأهل يعني الإخوان والخوات والنسوان أخو بنات الخوات ذولا شن شغلتهم بس نفاق وحسد وكره وحقد. أني أبتعد عنهم صار أكثر من 4 سنوات يعني ما أروح لهم بس بالمناسبات. بس هم يعني ما أعرف البنية تقول إنه هم يعني شلون عندهم مثلا حقد وحسد وهيج يعني نفاق. تقول فأني مبتعدة عنهم. أنا اللي افتهمته إنه هي تقول أنا مبتعدة عنهم بس بالمناسبات أروح لهم وأشوفهم. بس تقول يعني يودون علي مثلا بنات أو ناس يشوفون شنو أخبار أنتي، شنو أنتي مريضة أنتي مدري شنو، يعني هيجي يقول يسألون عني دائما. وتقول من تجيني وحدة وتسأل عني وهاي، تقول بس تروح يعني وراها كل إحنا لو نطيح مريضين لو يصير بينا شي، نقول ما أعرف شنو السالفة ما أعرف والله الصراحة. قلت لها عوفيهم هذول ناس ما تخاف من رب العالمين، وأكو هواي ناس هيج طبعا بس يعني شغلتهم بالدنيا بس حسد وكره وحقد، وما يتمنون الخير حتى لأهلهم. ما أعرف ليش والله الصراحة. أقول لابني إنه أنتي يعني أنتي حاولي إنه تبتعدين إيش قد ما تقدرين، وحتى اللي تجي تسألك إنه لا تعطينها أي أسئلة مثلا أي شي عن حياتك أو هاي، يعني حاولي إنه تتجنبين هذا الشي. بس يعني من يجون حاولي تحطين مثلا قرآن أو فد شنو فد شي يعني يمنع الحسد، أو من تطلع حاولي إنه تسوين فد شي يمنع الحسد. فتعرفين بعد أكو ناس هواي هيجي عيونها يعني حارة وما ترحم. ومثل ما تشوفون هنا طبعا التمن ما شاركتكم، طبعا سويتها مثل طريقة المندي. ترمت هيجي راس بصل وفلفلة خضراء، طبعا ترمتهم بالمحضرة مالت الطعام حتى يكونن يعني كلش ناعمات. وحمستهن حمست التمن وياهن. شلون التمن مالت المندي من أسوي نفس الطريقة. وبعدين الحشوة همين كلها خلطتها سوا وخليتها ويا التمن بعدين راح تشوفون. طبعا البنية أقولها إنه أنتي البنات أكيد تنمت قصرا يعني بالتعليقات إن شاء الله تنصحنها اللي تعرفنه
تقول والله أني مبتعدة عنهم كلش وبس بالمناسبات أروح لهم، بس تقول هم ما أعرف شو يردون من عندي، دائما يتسألون علي انتي شنو ما مريضة، سمعنا بيج مريضة وما أدري شنو، يعني هيجي يجون شلون يتفقدون الأحوال دائما، ودائما نقول يكرهوني ما أعرف ليش تقول حاقدين علي. وطبعا هو يعني شوف هاي الدنيا ما أعرف يعني أكو هواي هيجي ناس والله صراحة هواي يعني ما يتمنون الخير حتى لأهلهم، بس شو نسوي لهم بعد، هي هاي عقليتهم. والله ما أعرف هنا عندنا همين شوفوا مثل ما شفتوا يعني خلطت الحشوة كلها ويا التمر، طبعا صار القدر كلش كبير، بس هنا يعني بالتصوير ما مبين، لأن تعرفون بعد احنا عائلة كبيرة يعني ورايحين كل احنا. ريمي ريمي وطبعا هنا خليت لكم الفيديو على طبيعته وسمعتوا الآذان من أذن أكيد، وأكيد الحمد لله على كل حال. وهنا مثل ما تشوفون هاي عندي طبعا المرقة زادت من الغدا فجبتها ويانا همين، وخضرة وزلاطة وخير ونعم، والحمد لله على كل حال، والحمد لله والشكر وسلامكم ألف عافية. وطبعا هنا تونسنا والله الصراحة وزرنا وندعينا لكم أكيد بالخير والعافية، وكل من محتاج الدعاء أكيد أدعي له، وإن شاء الله رب العالمين يعني ولو فد شي بسيط واحد يقدر يدعي العالم أكيد. هنا أقولكم دمتم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة، باي باي.